بكده الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي لأول مرة من سنوات طويلة قوي. الفرقتين قدموا نفس الأداء ونفس الشكل ونفس العزيمة أمام مازيمبي وأمام دريمز الغاني. اختلفت بس الثلاثة. الأهلي كسب الثلاثة في ملعبه، والزمالك كسب الثلاثة بره ملعبه. الأهلي اتعادل بره ملعبه، والزمالك اتعادل في ملعبه. النتيجتين بيقولوا ان الاهلي والزمالك دلوقتي هم في افضل حالاتهم، وايا كان الطرف الاخر في النهائي فالمتوقع والدلائل تشير الى ان كلاهما سيستطيع ان يفوز. الاهلي على الترجي التونسي، والزمالك على نهضة بركان المغربي، مع كل التقدير والاحترام ليهم. الاهلي في احسن حالاته، عمل عرض كبير جدا جدا قدام مازيمبي. مستوى رفيع، اداء سريع، يعني شكل فني تكتيكي جميل من كولر، اللعيبه بتنفذ. عاد احمد عبد القادر، وعاد يعني اكرم توفيق، وبيرسي تاو برضو عاد. وده يحسب طبعا لبيرسي تاو ولا سياسه الانضباط جوه الفرقه. في نفس الوقت الناس كانت متوقعه ان الزمالك ممكن يتعثر بعد ما تعادل في ملعبه، لكن كانت كل الدلائل بتشير إلى أنه المباراة في غانا يعني لن تكون سهلة على صاحب الأرض، لأنه الانتفاضة الزملكاوية ما كان لها يعني أن تتوقف، وإلا كانت الخسائر هتبقى كبيرة. وبالتالي الزمالك عمل عرض كبير جدا، أداء هايل جدا، سرعة في الأداء، متعة في التمرير، 3 أهداف جميلة. برضو عودة كتير من اللعيبة اللي كانت غايبة، مش بس رجعوا للفريق ولكن رجعوا بمستواهم. وبالتالي يعني الثقة الكبيرة اللي خدها الأهلي بعد الفوز على مازيمبي، إنه بيوصل للمرة الخامسة للنهائي، بحثا عن النجمة ال 12. خلاص الأهلي لما بيوصل في المرحلة دي ما حدش بيقف قدامه يعني. والزمالك أما وأن مر من يعني كمين دريمز، فبقت الثقة كبيرة جدا جدا، يعني لأن النتائج الأخيرة حتى في الدوري طيبة ولا بأس بها منذ الفوز على الأهلي. وبالتالي مسألة إن الزمالك يعني يتخطى نهضة بركان المرة الثانية في نهائي نفس البطولة، أعتقد كانت 19، فأمر وارد. إن شاء الله الأهلي والزمالك يلعبوا مع بعض في الاستاد القاهرة أو في استاد مصر في مدينة مصر الأولمبية. ويبقى يعني المكسب كبير جدا جدا يلعبوا مع بعض. نتفرج بقى على السلعة المصرية وهي بتتألق على أرض مصرية. يعني لما نقول يعني بطولة مصرية على أرض مصرية غير لما بتقول بطولة مصرية على أرض عربية أيا كانت. وبالتالي بنتكلم النهاردة واحنا ما زلنا يعني في قرب بداية أو في نهاية شهر إبريل، إن الأهلي والزمالك إن شاء الله يلعبوا مع بعض ويقدموا لنا صورة جميلة لكرة القدم المصرية، وتبقى برضو تقدم لنا شكل جديد من أشكال يعني الأداء الرفيع والتنظيم الهائل اللي يعيد لمصر، زي ما أنا بطالب دايما، أن تعود مصر قبلة للرياضيين وقبلة للرياضة العربية، ولا يسحب أبدا البساط من تحت أرض المحروسة. الأهلي والزمالك طالما إن هما ما عادوش بيعاقبوا اللاعب المخطئ بسوء سلوك، وطالما الاهلي والزمالك بقوا يعني بيعملوا نفسهم مش واخدين بالهم امام تصرف خارج عن الاخلاق، وطالما انه هناك دائما من يبرر للسيد الباشا النجم هنا او هنا خطأه، بل بالعكس هناك من يدافع عن نجمه المفضل مهما ارتكب من اخطاء. طالما الاهلي والزمالك يعني ماشيين في سكه انه طالما ده ما تعاقبش يبقى انا مش هعاقب ده، وبدات قصه الانفلات اللي موجود في الملاعب المصريه النهارده
بتؤثر بشكل كبير على الشكل الحضاري لكرة القدم، خصوصا يعني انه الاهلي والزمالك هم الكبيرين، هم اكبر ناديين في الوطن العربي وفي القاره الافريقيه. طالما ان الامر كذلك، وانه ناس بتغمض عينيها عن خطأ ارتكبوا هذا او بلوى ارتكبها ذاك، يبقى الامر لن يستوي. الاهلي والزمالك المفروض ما ينتظروش العقاب من اي جهه اخرى، لكن ان يخرج العقاب من الاهلي والزمالك اعتقد ده بيكبر وبيدي شكل اكتر تحضرا، وبيدي انطباع اكبر ان الرياضه اساسا يعني سلوك واخلاق، مش بس كده مكسب وخساره. الاهلي والزمالك كبيران بقيمتهم وبأدائهم وباحترامهم للقيم وللأصول وللروح الرياضية. احترام القيم مش بس بالكلام أو بالشعارات، ولكن بالقرارات. وشكرا لحضراتكم.